السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة بقى هنعمل مع بعض غدوة حلوة كده بريحة زمان وايام زمان والاكل الجميل بتاع زمان. انتوا عارفين بقى البامية والعشق بقى بتاع البامية، احنا بنحب البامية جدا. متهيألي الناس كلها بتحب البامية، والا بقى لو بايتة ومعاها نص ليمونة تاني يوم كده يا سلام. هنعمل مع بعض البامية. زي ما انتم شايفين انا سلقت فرخة كده سريع طبعا لان انا عاملاها معاكم قبل كده كتير. مش عايزه اطول عليكم الفيديو. سلقت الفرخه كده وحطيت ملح وفلفل وورق لوري مطحون مع حبهان وطماطمايه وقرن فلفل. ولعت عليها وسبتها تتسلق كده، وعلى بال ما الفرخه بتاعتنا تتسلق هسلق بتنجان بقى، عشان انتوا عارفين ما يحلاش اكل الباميه الا بالبتنجان المخلل. بشيل العنقود اللي فوق كده، ما بقشرش القشره كلها، انا بشيل الحته الطويله بس عشان ما تاخدش مساحه في الحله بتاعتنا. حطيت شويه ملح وشويه خل وكم قرن فلفل كده، ورحت مولعه عليهم عشان يتسلقوا. هنا البتنجان بتاعنا كان اتسلق. بصوا طبعا بنختبره كده، ما يبقاش مهري قوي وما يبقاش ني طبعا. الباميه بتاعتنا وجمالها بقى. طبعا انا قمعت الباميه بس سبت كام واحده كده اقمعها معاكم. يعني حلزوني كده، بعمل لها قمع كده من فوق، بشيل القمع بتاعها وبدورها كده بالسكينه زي ما انتم شايفين، وبشيل الحته الصغيره دي اللي تحت. انا طبعا غسلاها الاول قبل ما اقمعها. يعني انا غسلت الباميه وصفيتها وسبتها تنشف شويه، وبعد كده مسكتها قمعتها. هنعصر الطماطم بقى ونجهزها برضو للتسبيكه بتاعه الباميه. بشيل الحته اللي فوق كده وبضربها طبعا في الخلاط، ومعاها شويه ميه صغيره عشان الخلاط يلف بسهوله معانا والخلاط ما يبص. فلازم نحط شويه ميه صغيرين كده في الخلاط وهي بنضرب فيه الطماطم. بس كده حبايبي. هجيب بصلايه بقى واقطعها قطع صغيره، مكعبات صغيره قوي كده، عشان انا بحب بستسهل السكينه. يعني ممكن اضربها في الكبه، بس انا بحب فعلا اقطع البصل كده بالسكينه بسرعه، بحس ان انا بنجز عن الكبه. قطعت بصلايه حلوه كده زي ما انتم شايفين، قطع صغيره كده، واروح حاطه بقى معاها حته زبده وحبه زيت. انا دايما بحب احط مع الزبده شويه زيت صغيرين، عشان الزبده انتوا عارفين بتتحروق لو لوحديها. فانا بحط شويه زيت صغيره كده وبولع على البصله بتاعتنا. واول ما هلاقيها خدت اللون الاصفر الحلو كده، ما بحبهاش تتحمر قوي، بتدي بس اللون الاصفر كده عشان تبقى مسكره في الاكل. حطيت الطماطم وهسيبها بقى تتسبك على نار هاديه. هنا بقى معلقه التوم دي الاساسيه بتاعتنا بتاعت الباميه. معلقه توم حلوه كده او راس توم حلوه، وقرنين فلفل كده حلوين سبايسي. التوم والفلفل دول بيودوا الباميه بتاعتنا في مكان تاني خالص. بس هنا بظبط بقى الملح والفلفل بتوعي وبسيبهم بقى يتسبكوا كده على نار هاديه لغايه ما احس ان فعلا الصلصه اتسبكت قوي. بس كده زي ما انتم شايفين الفرخه بتاعتنا على النار اهي، قلبتها على الناحيه التانية لان هي بسم الله ما شاء الله كانت كبيره، فالميه ما كانتش مغطيها قوي شويه، وقلبتها على الناحيه التانية لغايه ما اتاكدت انها استوت. طلعتها بقى كده خالص من الشوربه، وهنخلي البتنجان بتاعنا على بال التسبيكه بتاعت الباميه ما تتسبك. هحط معلقه من الثوم. الثوم المفروم في البيت ده بصراحه بينجزني قوي. معلقه كده ولا معلقتين من هريسه الشطه. لو ما فيش طبعا بندق راس توم كده او بنعمله في المفرمه ومعاه قرنين فلفل، وبنروح ضربينهم ضربه حلوه وبنبتدي نخل. انا بصراحه الحاجه لما بتبقى جاهزه عندي بتسعفني. شويه خل وشويه ليمون كده، الخل والليمون بيخلوا البتنجان المخلل جميل جدا وبيخلوه لونه بنفسجي حلو. يعني بيخلوه لون وطعم بصراحه حلوين الخل مع الليمون. حطيت ملح وتوم وهريسه شطه وخل وليمون بس، وهقلبهم تقليبه حلوه كده. وهبتدي اخلي البتنجان بتاعنا، بمسك بتنجانيه بقى بشيل القشر بتاعها كده اللي فوق القشره ديت. القشره دي بتحافظ على البتنجانه وهي بتتسلق انها ما تسودش. وباخد معلقه من الخلطه بتاعتنا دي وبحطها في قلب البتنجانيه وبرصها في البوله بتاعتي اللي هنخلل فيها. بخلص الكميه كلها زي ما انتوا شايفين كده، وهيفيد بقى شويه من الخلطه بتاعتنا. بروح حطها على البتنجان وبحط معاها الفلفل اللي انا سلقاه مع البتنجان، بحطه على البتنجان كده زي ما انتم شايفين. الفلفل ده بيبقى طعمه حلو قوي
بيشرب من الخلطة بتاعة البتنجان المخلل. كده البتنجان بتاعنا بصوا الله على الجمال، احلى بتنجان مخلل ممكن تاكليه. كتري الليمون وحطي شوية خل وهتاكلي احلى بتنجان. ده طبق البتنجان بتاعنا اهو. كده خلصنا البتنجان المخلل زي ما انتم شايفين. التسبيكه بتاعتي كانت اتسبكت كده زي ما انتم شايفينها كده. بتعزل السمنه من فوق الوش يعني بتنشف من الميه بتاعتها كده، هتعرفي خلاص انها اتسبكت. انا بقى قبل ما احط عليها اي حاجه رحت حاطه الباميه. بحب الباميه تغلي غلوه في التسبيكه لوحديها عشان تشرب من طعم التسبيكه بتاعتنا. تغلي غلوة واحدة كده وبروح مزودها بقى شوية شوربة، شوية لو ما فيش شوربة خالص ممكن شوية مية ومرق الدجاج. المهم ان هي البامية لوحديها كده بتبقى حاجة جميلة قوي. انا سبتها تغلي بقى، ظبطت الملح بتاعها وحطيت شوية فلفل اسود وسبتها تغلي غلوتين كده بالتسبيكة. وهبتدي اعمل الرز بتاعنا. حطيت الشعرية وحطيت حتة زبدة وشوية زيت صغيرين. الزيت بيدي لمعة حلوة للرز وبيخليه مفلفل كده وطعمه حلو. غسله الرز ومصفياه جنبي على بال ما احمر الشعريه. بحب اقلب الشعريه بالرز زي ما انتم شايفين كده. بعد ما بتتحمر بديها تقليبه حلوه كده، الرز بالشعريه. الخطوه دي بتخلي الرز مفلفل قوي، ما بيعجنش منك بصراحه. وطبعا تظبطي الميه. الرز المصري كوبايه الميه عليها كوبايه رز. بس كده يا حبايبي، حطيت كوبايتين من الميه وحطيت نص كوبايه للشعريه. الرز حطيته بقى كده على نار هاديه بعد ما غلي، وطيت عليه وكانت التسبيكه بتاعتي خلاص بالباميه كده غليت غلوه. رحت حاطه عليها معلقتين من الشوربه او كبشتين من الشوربه، وهيغلوا بقى لغايه ما احس ان الباميه بتاعتي استوت كده وبقت متسبكه زي ما انتم شايفين. بصوا الباميه وجمالها، احلى باميه ممكن تاكليها. قرن الفلفل مع حبة الثوم، ممكن تحطي شوية كزبرة بس انا بصراحة المرة دي ما حطيتش كزبرة. هنا بقى الملوخية بتاعتنا كنت مقرطفاها طبعا وغسلاها ومصفياها وخرطتها زي ما انتم شايفين. بحب بخرط المخرطة. بلجأ كتير لما بيكونش عندي وقت اعمل الملوخية بالمخرطة بروح جايبة اكياس بصراحة جاهزة. لكن النهارده بقى لا، انا عايزه كل اكل كده بريحه زمان وطعم زمان. انا خلطت الملوخيه بالمخرطه زي ما انتم شايفين، وحطيت بقى الطاسه بتاعتنا، حطيت فيها معلقه من الثوم كبيره وشويه كزبره، وحطيت قطعه زبده وسنه صغيره قوي من الزيت بس يكون الزيت طعمه حلو. وحطيت في الشوربه معلقه برضو صغيره قوي، حته صغيره كده من الثوم وشويه كزبره، وظبطت الحياء بتاعها. واول الشوربه اما غليت هحط الملوخيه اللي احنا خارطينها ديت. الملوخيه الخضراء المخروطه طازه كده بتبقى فعلا طعمها حلو قوي. انا بحبها قوي قوي كده، بس ساعات بصراحه ما بيكونش عندي وقت. المره اللي فاتت انا مصوراها معاكم كنت جايباها ملوخيه جاهزه. حطيت مكعب ماجي. مهما كانت الشوربه عندي طعمها حلو معرفش مزاجي عندي ان انا احط مكعب مرق الدجاج في الملوخيه. انا عارفه ان هو في ناس كتير بتقول عليه غلط، بس ده طبعا حسب الحريه. مش عايزه تحطيه ما تحطوش. هنا بقى ريهام قالت لي اوعي يا طنط انا اقللك الملوخيه. هتشوفوا ريهام خطيبه محمود ابني عملت فيا ايه وانا واقفه في المطبخ. اتخضيت حته خضه، اقسم بالله ان انا اللي اتخضيت مش الملوخيه. انا بقول لها انت خضتيني انا يا ريهام، ما خضتيش الملوخيه. هتشوفوا ريهام عملت ايه دلوقتي. هنا السمنه كانت بتفور عشان هي زبده، فريهام بتقول لي عامله ليه كده رغاوي يا طنط؟ قلت لها لا يا حبيبتي ده عشان هي زبده. في الوقت ده انا كنت بجهز عشان احمر الفرخه. حطيت شويه زيت وحته زبده مع بعض وولعت عليهم، واستنيت بقى ريهام بتقلي الملوخيه. شوفوا بقى خطيبه ابني عملت فيا ايه. اسيبكم مع ريهام. خلاص. اه لا لا كفايه يا ريهام كفايه. ايوه كفايه بسرعه بسرعه. يا لهوي يا لهوي. شايفين الخضه اللي انا اتخضيتها. اقسم بالله انا اللي اتخضيت مش الملوخيه. هنا حطيت ماشي يا ريهام، حطيت الفرخه تتحمر ومن وقت للتاني بقلبها على الجنب التاني. هي كانت عشان رجليها طويله قوي فكانت مضايقاني شويه في الطاسه. الملوخيه بتاعتنا وجمال الملوخيه بقى، خطيبه ابني شهقت لها الشهقه تمام
وخضتني وفزعتني مع الملوخيه، انا اللي اتخضيت. الباميه بتاعتنا وجمالها، بصوا مسبكه وطعمها حلو قوي طبعا، عشان خاطر بقول لكم الثوم مع الفلفل بيديها فعلا طعم حلو قوي. الملوخيه والبتنجان والرز بتاعنا بالشعريه، واكله من اكلات زمان الحلوه كده، البتنجان المخلل مع الباميه والملوخيه، حاجه كده ما اقولكوش على الطعم والجمال. وده كان نهايه الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك الحلو والسبسكرايب والكومنت الحلو بتاعكم بيساعدني، وهستنى رايكم في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.